بسم الله الرحمن الرحيم واهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. في البداية انا حابة اعتذر الاول على صوتي، يعني معلش انا عندي شوية برد كده، فلو في اي مضايقة بالنسبة للصوت فمعلش تعذروني. النهاردة هنعمل وصفة لذيذة وبسيطة ومش بتاخد اي وقت خالص، الرز بلبن. ممكن ناكله بارد وممكن ناكله سخن زي ما احنا عايزين. النهاردة هنشتغل على كيلو من اللبن. كيلو لبن بنغليه على النار، ومعايا هنا كوباية من الرز العادي جدا بنغسله، وبنجيب هنا زي ما انتم شايفين في مقلاية او حلة صغيرة، وبحط فيها كوبايتين من المية، يبقى كوباية رز لكوبايتين من المية. بحطهم وبسيبهم على النار يغلوا بشكل كويس، واول ما الرز يبدأ يغلي ببدأ ان انا اهدي عليه النار. اول ما المية تغلي اهدي النار على طول، لان انا عايزاه يكون معجن. على ما الرز يستوي ويعجن براحته، هنجيب هنا الدورق وفيه كوبايتين من المية، مية عادية خالص، كوبايتين مية عليهم التالي: معلقتين كبار من اللبن البودر، معلقتين كبار من الكريم شانتيه، معلقتين كبار من النشا. عايزة اقول لكم ان الثلاث اصناف دول بيخلوا الرز بلبن في ناحية تانية خالص، بيخلوا طعم يعني اللي هو يعني ايه الجمال ده فعلا. عندي هنا كيلو اللبن، حطيت عليه كوباية من السكر. يعني عايزة تزودي عايزة تقللي السكر ده حرية، أما بالنسبة للكوباية أنا بشوف إن هي مناسبة. زي ما انتوا شايفين هنا الرز عندي استوى وعجن. وعايزه اقول لكم ان انا كنت مستعجله شويه، يعني انتي ممكن تسيبيه اكتر من كده وممكن تسيبيه يبرد، بس انا كنت مستعجله فعشان كده اشتغلت بيه وهو سخن. باخد نص الكميه على اللبن اللي بسكر اللي موجود على النار، والنص التاني موجود عندي على باقي المكونات اللي انا حطيتها في دورق الخلاط. هروح اضرب المجموعة دي كويس جدا مع بعض في الخلاط وارجع لكم. دلوقتي انا ضربتهم واللبن بدأ يغلي شوية على النار بعد ما حطيت فيه الرز. دلوقتي حطيت الخليط اللي عندنا كله في الخلاط على الحلة، وببدأ ان انا احط هنا 2 ظرف من الفانيليا اللي انا دايما بستخدمها مع الحلويات. اول ما حطيت المكونات دي في الحلة على النار، ببدأ هنا اشيل المعلقة واجيب عندي مضرب يدوي اشتغل بيه. ليه؟ لان المكونات بتاعة الخلاط اول ما بتبدأ تتحط على اللبن في الحلة، هيبدأ ان هو ممكن يلزق مني في ارضية الحلة، وانا مش عايزاه يوصل للمرحلة دي، انا مش عايزاه يتحرق مني. اول ما يبدأ يغلي كده هو خلاص كده استوى معانا، ببدأ ان انا اسيبه مغلي يقلب كده على النار حوالي 5 دقايق، ما تزوديش عن 5 دقايق، ممكن 3 4 دقايق، 5 دقايق بالكتير قوي. وطول الوقت وانا ايدي شغالة فيه بالمضرب اليدوي. بعد كده هو خلاص كده خلص معانا، بنبدأ نطفي واحطه في البولات. يعني انا عايزة اقول لكم ان اول بولتين انا حطيت فيهم دول، يعني انا حطيت في 2 وما كملتش في باقي الطقم، لان انا عايزة اقول لكم ان البولتين دول انا جايباهم من النيش. فطبعا كل اللي هيعرف ان انا جايباهم من النيش هيعرف ان انا قلبي ما قدرش يتحمل، وجبت الطقم التاني اللي موجود عندي في المطبخ. ببدأ ان انا اجرفهم كلهم في البولات زي ما انتوا شايفين. وممكن حد يقول هو القوام خفيف، لا هو القوام مش خفيف ولا حاجة. انا اولا الرز بلبن ده انا مش بحبه يكون تقيل، يعني بحس ان اللي يجي ياكله يحس ان هو بياكل حاجة خفيفة، ما يعني بتاكل البولة كلها وبتبقى عايزة كمان غيرها، يعني ان من كتر الطعامة ومن كتر الخفية اللي هو فيها ومن كتر الجمال. وهو لسه لما يبرد هتحسي بتقله، لما بيدخل التلاجة هيتقل معاكي جامد. هنا بقى التزيين ده حرية ليكي. انا عندي هنا شوية جوز هند مبشور، وشوية زبيب من اللي انا عاملاهم عندي في البيت. انا كنت منزله لكم وصفة الزبيب ده بنعمله ازاي. ببدأ ان انا احط كده على كل بولة. عندك اي مكسرات تانية عايزة تحطيها دي طبعا حرية ليكي. وببدأ ان انا اسيبها لغاية ما تبرد. بعد ما بتبرد بجيب كيس استرتش والف كل بولة منهم بالكيس الاسترتش واحطها في التلاجة. ليه بلفها بالاسترتش؟ علشان لما احطها في التلاجة ما تشققش مني من الوش من فوق. اولادنا هيتبسطوا بيها جدا وما بتاخدش معانا اي وقت. وفي النهاية لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني.